اهلا الخوت الخواتات، كيف دايرين؟ هانيين كي بقيتوا مع هاد البرد؟ حنا هنا والله السمد البرد الخوت والنزله. نتمنوا الشفاء للجميع يا ربي، اللي مريض الله يشافيه. الخوت الخواتات، اليوم جينا نهضروا على موضوع غلاء الاسعار كيف ما قلت لكم في السطوري. وقبل من هاد الشيء غادي نرحب بالناس اللي نضافوا لينا جداد. مرحبا بكم والف مرحبا. قناتكم هذه بكم غتزيد للقدام ان شاء الله. اللي دخل ما ينساناش من اللايك، عافاكم. اللي دخل وشاهد الفيديو ما ينساناش من اللايك. بغينا يوصل لهاد المسؤولين المستهترين، لانهم في الحقيقه والله الخوتي لا مستهترين. عرفتوا شفت واحد لي فيديو دايرينهم في مواقع التواصل الاجتماعي، في زعما كارثي ديك الشيء. كيفاش القايد كيدوز؟ عباد الله، واش ما كتفهموش؟ والمسؤولين هذا الميساج غادي نوصلوا لكم. واش ما كتفهموش؟ المواطن كيقول لكم راه هلكهم غلاء الاسعار، راه هلكهم غلاء الاسعار، ماشي كيطلبوا منكم تمشيو تعلقوا لهم اللائحه. واش هاد التبهديله كديروا في راسكم؟ وعند من ماشيين عند الدرويش مسكين اللي كيبيع في الحانوت، ولا الخضار اللي كيبيع اللي قلول كي ترزق الله من ديك الشيء اللي هو بسيط. واش هذا هو الهدف ديال المواطن؟ واش المواطن قالوا لكم سيروا قولوا لهم يعلقوا لنا الاثمنه؟ شنو الهدف من راه ملي كنمشيو نقولوا بشحال راه كيقول لك بشحال. واش كتضحكوا على الشعب؟ المواطن اخويا كيقول لك راه هلكوا الغلاء، راه خصكم تنقصوا من الاثمنه، خصكم تلقاو حلول للشعب. تيقول لك اسيدي اللحم وصل ل 100 درهم، ما قادرش، هو القدره الشرائيه ديالو ما قادرش يشري اللحم. مطيشه ب 13 درهم، ما قادرش هذا المواطن يشري مطيشه. وانت غادي لي عند مالي الحوانات وعند هنا والهي وتتقول لهم علقوا الاثمنه. واش ديك التبهديله يا المسؤولين؟ واش كتعاملوا بغباء مع المواطن؟ اش هاد الغباء اللي فيكم؟ واش المواطن زعما كيتسناك انت تمشي تقول له علق الاثمنه باش يشوفها المواطن؟ يعجبو الحال ما يعجبو الحال يديها، ما عجبوش ما يديهاش. هذا هو الحل في نظرك؟ واش هذا حل انت كديرو؟ على من كتضحكوا؟ على من قال الوزير واش كيضحك على الناس؟ بالحق انا واحد الحاجه اللهم لا شماته، هاد الناس اللي صوتوا على هذا اخنوش، هاد اخنوش الهم اللي منين طلع للرئاسه وطلع لهاد يعني كوزير، وحنا ما شايف هذيك الارض منه غير الغلاء غير الغلاء. فلا اله الا الله محمد رسول الله، درتوها بيديكم. لانكم كاين بعض الناس اللي كيمشيو كيعطيو اصواتهم بمقابل مالي، وكينساو ان يعني خص الانسان اللي يخدم لهم الصالح العام. هذيك 4000 اللي شديتوها راه تسالات. دابا شنو بقى غير المعقول. ارانا واش انت اللي شديتي 4000 وتسالات دابا عندك القدره باش تمشي تشري اللحم، باش تمشي تشري البصله، باش تمشي تشري بطاطا مطيشه؟ ما عندكش القدره. احنا كنشوفوا هنايا لا في الفيسبوك ولا في العالم الازرق كلشي كيهضر على هذا الشيء. اللهم ان هذا منكر. فما لقاو ما يديروا في البرلمان، خصنا ندوروا على مالين الحوانت ونقولوا لهم علقوا لنا الاثمنه. واش في نظركم هذا حل؟ هذا واش انك علقتي الاثمنه هذا غيكون في القدره الشرائيه ديال المواطن؟ واش هذا الغباء؟ واش كتغباو على الناس ولا وكتهضروا بواحد العجرفه مع المواطن وكتخرجوا عينيكم وكانكم زعما راه ما فهمناش؟ والله ما فهمنا. السيد تيقول ليه يا ودي راه الغلا جاي من الهيه من الشركات، راه حنا كناخذوه بهذا الثمن وحنا كنضطروا نبيعوه بهذا الثمن. راهم زادوا ماشي سوقي يا سيدي، ماشي سوقي. انا علق لي لائحه الاسعار. والله الا مستفزين نتوما. سمعتوا هذيك المسؤولين مستفزين، كتستفزوا المواطن حتى غير يخرج يدير لكم شي فضيحه. بركه علينا من هذا الشيء. راكم عيقتوا، راكم كتاكلوا غير بوحدكم مكبرين كرشكم في ديك البرلمان المخير فيكم، جالس ناشر رجليه تما ما كيدير حتى خدمه، ما عنده حتى دور، كيجي ينعس. وكاين اللي ما كيحضرش كاع. المهم الصالير ديالو راه داخل. وغادي نديروا نداء لصاحب الجلاله.
راه حنا كناشدوك انت، ما كناشدوش ديك المسؤولين اللي حاط تما، ديك المستهترين اللي ما كيهمهمش الشعب الفقير، واللي هما شبعانين مع راسهم، ما حاسينش، وكلشي عندهم بيليكي، كتجيهم البصله بيليكي، مطيشه بيليكي، اللحم بيليكي، كلشي عندهم، عايشين بيليكي في ديك الارض. لكن شكون اللي كيتضرر؟ المواطن الفقير اللي مسكين ما 400 كيخرج كيتقدى بها كلشي، عنده فيها كلشي. حسوا بهذا المواطن، حسوا به شي شويه يا سيدي. ديك الصالير اللي كتقاضاوه راه اكثر من ديك الجهد اللي كتبذلوه نتوما. شنو كديروا لنا نتوما كمسؤولين في البرلمان؟ شنو تديروا لديك الوطن باش كتفيدوه؟ باش فايديننا؟ اللي ما قدش على المسؤوليه يحط المسؤوليه ويديغاج. حنا من هنا كنقولوا لكم ديغاج، ما بغيناكمش في البلاد، لانكم ما تصلحوش، لان حكومه على حكومه كنلقاو غير مكفس ومطلص. من نهار اللي طلع هاد المصيبه هذا، وهو الغلاء 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 الغلاء، هو قاهر الشعب المغربي، قهروا بالغلاء. علاش؟ لانه هو السيد داير المشاريع ديالو، عايش بخير مفطح، كيدخل له يعني واحد الملايين، وبل ما نقولوا الملايير كتدخل ليه مع راساتو في الشهر. علاش هو غيحس بالمواطن ويطلع تما كيتفتف علينا؟ اسيدي ما ارحل. حنا كنقول لك من هذا الفيديو ارحل اسيدي، حط سوارتك وارحل. اللي صوت عليك بغينا الله ياخذ فيه الحق، اللي صوت عليك انت خنوش كرئيس حكومه بغينا ربي ياخذ فيه الحق، لانك قهرتي المواطن وقهرتي الفقير وقهرتي الشعب. ما قلتي غادي تعاود ليهم الترابي؟ انت فعلا كتعاود ليهم الترابي، واللي ان خص المواطن هو اللي يعاود لك انت الترابي، لانك ما مربيش. كفاكم من السرقه، كفاكم من النهب، كفاكم من استنزاف الجيب، جيوب الشعب. بارك علينا من هاد الشيء. راه حنا ملي كتبقاو تستفزونا كنخرجوا راه حتى الكلمات كيتلفوا، ما كنلقاو ما نقولوا. لان انا ملي كنشوف اخوان واخوات كيطلعوا مساكن وتيبكيو اللي قلولوا تيتلاحوا في الارض وتيقول لك اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر، هاد الشيء بزاف علينا. ومني نولي نشوف انا قايد كيدور في الحوان تيقول لهم علقوا الاثمنه، واللي بغى يشوف، اللي بغى يشري يشري، واللي ما بغاش بعدا راه شاف. هذا راه ماشي حل السي القايد. وكنهضر عليكم كاملين يا ديك اللي كنتو كدوروا على الحوانت وعلى البائعين المتجولين. هذا راه ماشي حل اخي. راه المواطن تيقول لك خفضوا الاسعار، بغاو المواطن يكون يعني الدجاج يرخص، اللحم يرخص، البطاطا ترخص، تكون في القدرة الشرائية المواطن. وإلا وفروا لهاد الناس مناصب الشغل، اعطيوهم صالير زوين، السميك مزيان، ماشي تقهروا هاد المواطن وتزطموا عليه وتعفسوا عليه وتجلسوا نتوما مبرعين مع راساتكم. المخير فيكم 5-6 المليون، هذا اقل ما عندكم، اقل ما كاين عندكم. وواحد مسكين ما لاقيش تيدخل على وليداتو قفيفه. نداء لصاحب الجلاله، احنا هاد المسؤولين بشر بحالنا بحالهم، ما كنوجهوا لهمش الهضره، لانهم شبعانين السرقه، شبعانين النهب في ديك البلاد. من حق المواطن انه يعيش في حياه كريمه هو. وحنا عارفين صاحب الجلاله راه غيتحرك وما يمكنش غيبقى ساكت على هاد الشيء، وغايدير حل ان شاء الله. وكنتمناو هاد الحكومه هادي راها ما لايقاش البلاد باش تزيد بها للقدام. ما لايقاش هاد الناس شنو كيديروا، كيقيلوا طالعين كيستفزوا في الشعب المغربي، لا اقل ولا اكثر. الى هنا الخوت، بارك علينا. هذه رساله موجهه لديك القياد، بارك علينا من ديك التهوبيل ديالكم، بركه. كفاكم. حنا ما طالبينش انكم تدوروا على المواطنين، يعني البائعين المتجولين، تبقاو عليهم شنو درتي انت، علق انت، حط انت. راه المواطن سيدي قال لك نقص له من الاثمنه، راه باغي ينقص من الاثمنه. وديك التهوبيل خليه عندكم، بركه من استحمار الشعب. حتى لهنا الخوت، الى فيديو مقبل ان شاء الله يا ربي.